اهلا بيكم في ما تيجي اقول لك اكل شيء. في اكلاشات كتيره منتشره في المجتمعات المصريه والمجتمعات العربيه، محتاجين نصلحها سواء بالايجاب او بالسلب. منها فاقد الشيء لا يعطيه. امال مين اللي هيعطيه؟ اللي اعرفه والظاهر ان اكتر حد يقدر يدي في الحاجه هو الانسان الذي فقده، لانه بيكون اكتر واحد على انه يشتغل فيها ويعبر عنها ويخرج فيها طاقته وامكانياته الكامنة، سواء على مستوى العقل او الروح او الجسد او القلب او حتى النفسية. كل شيء بيهيأ كل نفسه لانه يتعامل في الامر ده ويحاول يقول ان انا بعرف اعمل كده، ولو كان الحاجة دي معايا كنت هطلعها يعني اكتر مما ينبغي وافضل. والامثلة كتيرة على الموضوع ده ولا حصر لها في كل المجالات تقريبا. اشهرها مثلا الكورة، كلنا نعرف كريستيانو رونالدو ونعرف ليونيل ميسي، اعظم اتنين لمسوا الكورة وقول زي ما انت عايز تقول. الاتنين دول كانوا فقراء جدا وبعدين تحولوا لايه بموهبتهم؟ لاغنياء جدا، من اغنى ناس جت في تاريخ الكورة. طيب في الكورة بس؟ لا، كمان في الفن. كلنا نعرف ان أمينة رزق ما كانتش بتنجب. اسأل بقى أمينة رزق أو اسأل عن أمينة رزق في السينما واسألها كده، قول لها أو اسأل الناس، اسأل أي حد متخصص مين أعظم واحد اشتغل دور الأم في السينما المصرية والعربية، يقول لك أمينة رزق، أمينة هانم رزق، حاجة مبهرة. كانش عندها أولاد، طلعت ده من ورا الكاميرا. وغيرهم كتير. اكتر من كده، في ناس استخدمت او استعملت السلبية الواضحة فيها وحولتها الايجابية. مثلا اسماعيل ياسين كان شكله مش احسن حاجة، بقه كبير واصبح موضوع الفم ده بالنسبة له علامة من علامات السينما. في ناس تقول انه ده استخدام للتنمر. لا لا لا، انا مش شايف خالص ان ده تنمر. هو استخدمه استخدام ايجابي وقدر ان هو يحول اللي ممكن نقول عليه تنمر الا انه يكون مزية، حاجة كلنا نفتكر بيها الراجل ده. ايا كانت بقى افلامه حلوة وحشة، بتضحكك ما بتضحككش، مش دي الخناقة يعني. مش دي خناقة. انا عن نفسي بنبهر من اسماعيل ياسين، بعيدا بقى عن المتخصصين وغيرهم. يعني اللي عايز اقوله انه ايا كانت الحاجة اللي بتعوقك عن تحقيق هدفك او حلمك او عن انك تمارس حياتك بشكل طبيعي او زي ما انت شايف انها مفروض تكون وغيرك، فلما تشوف النماذج دي والامثلة دي هتعرف انه الكلام ده كلام فارغ وملوش اصل. وبالنسبة للمثل خلينا نقول فاقد الشيء يعطيه. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.